أفندم. الأمير موجود؟ أفندينا الكبير مسافر، مفيش هنا غير البرنس علاء. طيب أنا عايز أقابله. أقول له مين جنابك؟ قول له رئيس لجنة المصادرة. طيب اتفضل استريح. مين يا محمود؟ رئيس لجنة المصادرة يا فندينا. أنا مش عايز أقابل حد، السرايا قدامك، إذا كان يلاقي حاجة تستاهل ياخدها. استنى يا محمود، أنا هنزل أقابله. اتصرفي معاهم، أحسن لهم ما حدش يكلمني فيهم ولا يقرب مني. اديني العلبة اللي على التواليت يا محمود. اتفضل يا حضرة الضابط. علي. إنجي. دلوقتي جيت عشان تصادر أموالنا؟ أنا آسف يا إنجي. مفيش داعي للأسف، انت بتأدي واجبك. اتفضل، البيت قدامك اهو، فتشه، احنا مش مخبين حاجة. اتفضلي. وادي صيغت اهي، كلها في العلبة. اتفضل، مش ده اللي انت جاي تعمله؟ إنجي أرجوك تفهميني. وفر على نفسك اي كلمة عطف او شفقة. انت مالكش عندنا حاجة اكتر من كده، عايز ايه تاني مننا؟ ولا حاجة. تقدري تحتفظي باللي انت عايزاه من المجوهرات دي. كتر خيرك، مفيش داعي للمجاملة. أنا مش بجاملك، أنا بأدي واجبي. الأوامر اللي عندنا نسيب لكم الصيغة اللي تلزمكم في استعمالكم الشخصي. أنا مش عايزة حاجة. زي ما يعجبك. أنا حاولت أفهمك، لكن أنت مش قابلة تسمعي مني كلمة واحدة. عن إذنك، لما أروح عندها بقية اللجنة تيجي تباشر عملها. علي، من فضلك، أنا نسيت حاجة عايزة أحتفظ بيها. اتفضلي. هي ما تسويش كتير بالنسبة لهم، لكن غالية عندي قوي. إذا كنتوا عايزين أدفع ثمنها. كتر خيرك. إنجي، هنا اللي عشانك، عشان أشوفك. كنت فاكر إن ثقتك فيا مش هتخليكي تسيئي الظن بيا. مش أنا اللي أتشفى فيك يا إنجي، أتشفى في نفسي. نفسك؟ صحيح يا علي، رغم كل السنين اللي فاتت دي. هتظلميني تاني وتفتكري إن الزمن مهما طال يأثر على حبي ليكي. ليه ما حاولتش تتصل بيا؟ ليه ما حاولتش تشوفني طول السنين اللي فاتت؟ أنا فضلت في مصر عشانك يا علي. إنجي، مرة أبويا طلب إيدك من والدك، افتكروا إنه مجنون. يا ترى لو طلبتها أنا دلوقتي تفتكري إني مجنون؟ أنا عشت سنين مستنية الكلمة دي منك. يعني موافقة؟ بتسألني يا علي. طب يلا بينا. على فين؟ نعيش سوا، كفاية اللي ضاع من عمرنا.